ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده مع بعض كده هنعمل فيديو جديد. هنبدأ اليوم بتاعنا النهارده بالغسيل. عندي غسيل حبة كده حلوين، فهغسلهم النهارده. عايزه اقول لكم ان انا بغسل في اليوم كذا دورة، مش بغسل كل يوم مثلا دورة زي ما في ناس. طب انا ليه بغسل مثلا كذا دورة في اليوم، مش بغسل كل يوم؟ عايزه اقول لكم ان انا من الناس اللي هي مش بعرف اغسل دور وارمي الميه بتاعته، اللي هو انا مثلا احط حبه اومو والغسيل مثلا يتغسل ويترمي والصرف يتصرف والميه تتصرف الكلام ده كله. لا، مش بعرف اعمل كده. ليه؟ عايزه اقول لكم بحب احط في الميه حاجات كتير. يعني ايه حاجات كتير؟ بحب احط مثلا اومو كتير. يعني مثلا دلوقتي انا هحط قدامكم اهوت الجردل اللي قدامكم ده. الجردل ده فيه خلطه، تمام؟ الكوباية دي انا مليتها مرة كده، وادي كمان نص، وهرجع تاني هحط كمان نص كوباية. يعني هحط كوبايتين في الغسالة. الكوبايتين دولت ممكن يكونوا مثلا حوالي ربع كيلو. فاهمين قصدي؟ يعني ربع كيلو اومو. فانا مش هحط ربع كيلو اومو بالخلطة دي بكلوريكس ب... في حاجة. بصوا الازازة اللي على الحوض اللي هي جت في التصوير دي كلوريكس، تمام؟ فبحط ربعها الغسلة الواحدة بقى. باحط ربع ازازة الكلوركس، وباحط مثلا خلطة، كيس خلطة بحوالي مثلا ب7 جنيه، وباحط كوبايتين اومو زي ما قلت لكم حوالي ربع كيلو. ولو عندي صابونة اللي هي بتاعة الوش دي، اللي هي بتاعة الحمام، ببشرها وبرده وبحطها. يعني بحط في المية حاجات كتير جدا. يعني مثلا الحاجات دي ممكن تكلفني مثلا حوالي 30 جنيه. فهل انا بقى كل غسلة هكلفها 30 جنيه وارمي المية؟ يعني انا لو هغسل مثلا في اليوم 3 غسلات، هل انا هغسل ب90 جنيه في يوم واحد؟ لا طبعا حرام. طب امال انت بتعملي ايه؟ عايزه اقول لكم ان انا بحط الحاجات دي عشان خاطر انضف الهدوم. يعني بصوا بقى، لازم هدومي تنضف، لازم احس في الهدوم كده ان هي نظيفه. فانا بعمل ايه؟ اللي انا بعمله ان انا ميه الغسيل اما بتيجي تتصرف، انا مش بخليها تتصرف اسمه ايه، في الصرف. لا، انا باخدها في جرادل زي ما انتم شايفين كده اهو، بالوصله دي كده اهي، الخرطوم والوصله. مش بخليها تترمي. برمي ايه؟ برمي ميه الشطف لما تيجي تشطف كده. الميه دي اللي بخليها تتصرف، لكن ميه الغسيل انا باخدها كده في الجردلين دول، تمام؟ باعمل ايه؟ بارجع اردهم في الغسالة تاني، واحط دور غسيل تاني. فاهمين قصدي؟ وبارجع اخدهم مرة تانية، وارجع احط فيهم غسيل تاني. طب الناس هتقولي بقى ايه؟ طب ليه وجع القلب وانت الغسالة هتبوظ وصحتك ومش عارفه ايه والحكايه والروايه؟ طب هل انا دلوقتي لو انا عندي غساله يا جماعه عاديه، هل انا مش هقعد هتفضل الغساله تغسل وانا هفضل هعصر وهفضل برّه؟ يعني آخُد برّه مثلًا في حاجة برّه وأشطف وأرجع أحُط تاني في المحصرة. مش ده برضه تعب بالنسبة لي؟ لكن أنا لمّا أتعب مثلًا إن أنا آخُد المَيّة من الجرادل دي أحُطّها في الغسالة، والغسالة تغسل وتشطف وتنشِّف وتوفّر عليّا كتير، ما أنا كده برضه أنا حاسّة براحة. يعني مثلًا حاسّة ب90% من راحتي عن ما أنا هاغسل في غسالة عادية. فاهمين قصدي؟ ما أنا مش مثلًا، أنا باقول لكم الفكرة دي لو حد مثلًا يحب إن هو يعمل كده، فاهمين؟ فالفكرة دي مريحاني جدًا، 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 بتطلّعي الغسيل حلو أوي ونضيف. ممكن الغسيل مش باغسله، مش أي غسيل باغسله على مرّة. يعني مثلًا الأبيض والألوان باخلّي الغسالة باضبطها على دورتين، دورة تغسل من غير مثلًا ما تصرّف المَيّة وارجع اخلّيها تاني، اعملها دورة كاملة اللي هي غسيل وشطف وإيه وتنشيف. فاهمين قصدي؟ بيطلع الغسيل ما شاء الله فُلّة، لإن أنا باهتم زي ما قُلت لكم بالخلطات وبالأومو وبالحاجات اللي هي المنظفات. في ناس بقى باعرفها إن هي بتحط حبة الأم وحبة الهدوم وتقول لها إيه يالّا اعملوا، يرجعوا يشتكوا إن الغسالة ما بتنضفش وإن الغسالة وحشة والنوع ده وِحِش ومش عارفة إيه، تمام؟ خلاص بقى كده إيه، عملت بقى كده حبة ساندوتش كده ساندوتش وكوباية شاي، وقُلت إن أنا إيه، أفطر بقى كده عشان خاطر أبدأ أو أعرف أكمّل اليوم بتاعي. الساندوتش ده عملته كده في التوستر، تمام؟ عايزة أقول لكم من أجمل الاختراعات اللي اتعملت التوستر ده. أنا يعني عاشقاه، أنا باموت في التوستر ده. إن هو لو هتسخّني حاجة أو مثلًا هتعملي ساندوتش سريع زي كده، بيبقى في تحفة يعني. مش قادرة أوصف لكم هو قد إيه
جميل ومفيد، ولو أنتِ عندِك إمكانية تشتريه اشتريه. أنا عندي اللي هو بتاع الساندوتش ميكر بسّي، مش جايبة اللي هو بتاع الوافل. فأثناء ما أنا كنت باكل بقى أنا حطيت كمان دور غسيل تمام، قبل ما آكل، وبعد ما كلت رُحت مطلّعاه زي ما أنتم شايفين كده أهو. عايزة أقول لكم ربنا يكرم يا رب كل واحدة نِفْسها في غسالة أوتوماتيك زي دي أو أوتوماتيك كامل، تجيبها يا رب وتحقق اللي نِفْسها فيه. عايزة أقول الأجهزة بقت دلوقتي غالية جدًا، بس ربنا لمّا بيريد بيدّي يعني عباده. عايزة أقول لكم بقى أحلى حاجة في الأوتوماتيك اللي هي الباب من فوق دي، لو أنتِ مثلًا شغّلتِ وعايزة تحطّي حاجة نعمل مع بتفتحي بعض أكلة. وبتحطّيها. بُصّوا أنا ما كنتش باحبها، مش ما باحبهاش، مش بافضّلها، وحتى برضه ولادي وجوزي برضه مش بيحبوها، مش بيفضّلوها، ما أعرفش مش عارفة ليه مش بنحبها، الله أعلم بقى. أنا ما كنت أنا باعملها، كنت باعملها بطريقة مش حلوة، كنت مش عارفة. المهم النهارده هنعملها بطريقة تحفة، كانوا بيتخانقوا عليها، أقسم بالله كانوا بيتخانقوا عليها. النهارده أنا عملت إيه، أنا ج بُصّوا في الأول أنا مش باشتريها تمام، مش باقول أنا هاشتري كبد وقوانص أعملها، لأ أنا باحوّشها. كل ما باجيب فرخة باحوّش الكبدة والقوانص بتوعها، نعم. فعشان إحنا مش بنفضّلها ما باقولش أنا هاروح أجيب كبد وقوانص أعملها، لأ، أنا باحوّشهم مثلًا على قد ما يكفّونا و وأروح عاملاهم تمام. المهم أنا النهارده قُلت إيه، خدت كده دخلت تحدّي مع نفسي، قُلت لأ أنا لازم النهارده أعملها بطريقة كده أبهرهم بيها. المهم عملت إيه، المهم رُحت جايبة قطّعت الأول القوانص تمام، باقطّع القوانص على 4 قطع، يعني 4 حتت. ورُحت مشوّحة القوانص، ورُحت مخلّطة عليها بصلتين تمام، ورُحت مشوّحاهم إيه شوية كده، ورُحت جايبة بقى إيه 3 قرون فلفل وقرن شطة أصفر. إيه ده شطة صفرا! والله العظيم في شطة صفرا. أنا برضه يعني إيه اتفاجئت زي ما أنتم اتفاجئتوا كده إن في شطة صفرا، أنا أعرف إن في فلفل أصفر، بس ما فيش شطة صفرا. المهم إن أنا لقيت شطة صفرا كده، فرُحت مقطّعة مستحمية مولّعة، رُحت مقطّعة قرن تمام، وبعد كده رُحت مقطّعة الكبد. الكبد رُحت مقطّعاها كده حتت إيه مش صغيرة أوي ومش كبيرة أوي، حتت إيه وسط كده، ورُحت إيه حطيت بقيت اللي أقطّعه أحطه وأقلّبه، اللي أقطّعه أحطه وأقلّبه، ما حطيتهمش مرّة واحدة، بقيت أحطهم على مراحل تمام. ورُحت بقى إيه مقلّباهم كلّهم في قلب بعضهم كده. وعايزة أقول لكم إن أنا عملت طماطماية برضه اللي هي الحمرا دي، رُحت حاطة بقى التوابل بتاعتي. إيه التوابل بتاعتي، كمون وكزبرة وفلفل أسمر مضروبين في خلاط، مضروبين مطحونين كده مع بعض، وباحطهم في بطرمان وباحط عليهم بقى على محشي على أي حاجة بقى إيه كده يعني تمام، مش باحط كل حاجة لوحدها. ورُحت مقلّباهم كده مقلّبة كل حاجة، ورُحت حاطة ملح، ورُحت سايباهم بقى موطية عليهم. وقُلت بقى أمّا أحضّر إيه التحابيش اللي هتبقى جنب الأكلة دي، عشان أنا عايزة النهارده أبهرهم كده واخلّيهم إيه يحلفوا بالأكلة دي، ويقولوا إحنا عايزين ناكلها، ناكل الأكلة دي تمام. المهم رُحت جايبة التحابيش بقى، رُحت جايبة عاملة مخلّية ليمون معصفر كده، عايزة أقول لكم تحفة، هاخلّيه معاكم إن شاء الله وهتاكلوه. ليمون معصفر سريع جدًا، جدًا، أسرع من السرعة ذات نفسها تمام. في ثانية إلا ربع كده بتعملي ليمون معصفر وتاكليه، يعني ممكن تعمليه وتاكليه ساعتها. والله العظيم أنا عملته وكلته تاني يوم، عايزة أقول لكم تحفة، شكله كشكل تحفة، والصوص بتاعه التقيل ده برضه تغمسي بيه تحفة. وعايزة أقول لكم كده حاجة عسل. المهم رُحت مطلّعة طبق ليمون حلو كده، رُحت رُحت مطلّعة طبق ليمون. وهنا بقى إيه كنت باشوف الإيه الكبد والقوانص بتاعتنا استوت والّا إيه، لقيتها زي الفل، رُحت طافية عليها تمام. طلعت فوق على السطح. كده. حاضر. طلعت بقى فوق على السطح الجميل بتاعنا، رُحت جايبة إيه، حبّة جرجير كده من اللي أنا زارعاهم على السطح. زارعة جرجير على السطح يا إيمان، والله العظيم زارعة جرجير على السطح، وزارعة طماطم، وزارعة فلفل، وزارعة شطة، وزارعة إيه تاني، زارعة حاجات كتير أوي على السطح. هاخد لكم جولة على السطح إن شاء الله، وهنزرع معاكم جرجير لرمضان. أنا هازرع اليومين دول جرجير علشان آخد منه إن شاء الله في رمضان زي السنة اللي فاتت كده تمام. السنة اللي فاتت كنت زارعة جرجير، كل يوم أطلع أجيب شوية وأنزل إيه أعمل سلطة. المهم رُحت جايبة حاطة الجرجير، وحاطة بقى إيه الكبد والقوانص بتاعتنا والليمون، وأمرت لهم عيش، وبألف هنا خلاص وشفا. بقى اتغدينا تمام. كنت أنا حاطة في أثناء ما كنت باعمل الأكل كنت حاطة كمان دور غسيل. زي ما قُلت لكم إن أنا ممكن أغسل في اليوم، بس مثلًا باخلّي الغسالة تستريح شوية تمام، يعني باطلّع الدور واخلّي الغسالة تستريح شوية، وبارجع أحط دور تاني. فاهمين قصدي؟ مش باخده كلّه direct كده ورا بعض. بعد ما خلّصت بقى طلعت إيه نشرت. وعايزة أقول لكم في الوقت ده كده كان لقيت الجو كده فجأة كده من غير أي مقدمات، لقيت إن الجو عمالين ينادوا عليَّ لمّي الغسيل، لمّي الغسيل ده الجو بينطّر. يا جماعة الجو كان حلو من شوية والله العظيم، وكانت الشمس طالعة وكل حاجة 100 فل و14. فطلعت جري كده إيه لمّيت الغسيل بسرعة، بسرعة كده قبل الجو ما يعني إيه يبدأ إن هو إيه يكتّر عليه أوي. فالحمد لله يعني إن أنا لحقته ولمّيت الغسيل. ما هو تعب يوم سليم، يعني يوم سليم إحنا كده عمّالين نغسل ونطلع وبننشر فوق، ومش هييجي بقى حبّة مطر زي كده يبوظوا علينا اليوم أو يبوظوا علينا تعب اليوم كلّه. لأ، مش هينفع يا جماعة معلش excuse me يعني.
الجو يدينا إشارة كده إن هو هينطّر فنقوم ما نغسلش. المهم المشكلة إن أنا عارفة إن هو يعني كان جاي لي على التليفون كده إن الجو هينطّر، بس أنا بصراحة ما صدّقتش يعني وقُلت لأ ده الجو حلو وكده. المهم دخلت عند الحمام لقيت الحمامة كده مطلّعة واحدة أهيّة والتانية على وشك إن هي تطلع. بسم الله ما شاء الله، يعني عايزة أقول لكم في الحمام أول ما بيكون طالع كده بيبقى شكله تحفة زي ما أنتم شايفين كده. الواحد بيقعد يتأمل بقى سبحانك يا رب، هل دي بقى دي كانت بيضة وهتبقى ومش عارفة إيه، الواحد بيقعد يتأمل كده في خلق ربنا وبيفضل بجد يعني يعني حاجة حلوة أوي، بيفضل الواحد كده والله العظيم يعني يقول سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، وهو بيتأمل كده إن هي كانت بيضة وبعد كده بقت عروق حمرا يالّا المهم أتمنى الفيديو يعجبكم.